السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله بخير. لفترة طويلة ما صورت، سنة وشوي، حقيقة ما أدري كم شهر، بس مدة طويلة، وأنا سعيد إني رجعت لكم اليوم بفيديو. إن شاء الله يعجبكم، وإن شاء الله يكون فيديو حلو يستاهل الغياب والمدة. بدون ما نطول في المقدمات، خلونا نبدأ بالفيديو على طول. مرات الشر ما يكون بوجه واضح، أحيانا يلبس وجه إنسان طبيعي، يمشي بين الناس ويضحك معهم، يروح لنفس المكان اللي أنت تروح له، ويمكن حتى يصلي أو يزور أهله، لكن داخله شيء ثاني تماما. واليوم راح أحكي لكم عن إنسان من هذا النوع، رجل اسمه بيتر كارتر. الناس في ألمانيا سموه مصاص دماء دوسلدورف. مو لقب خرافي، لا، لأن فعلا كان يشرب دم ضحاياه، وراح تفهمون ليش قصته تعتبر من أبشع الجرائم في التاريخ. بيتر كارتر ولد سنة 1883 في بيت مليان فقر وعنف، وأب قاسي جدا. كان يشوف أمه تنضرب وهو صغير وما يقدر يسوي شيء. مع الوقت بدأ يلاحظ إنه يحس بشيء غريب لما يشوف الدم. كان يتسلل للمسالخ ويقعد يتفرج على طريقة ذبح الحيوانات، ويتخيل نفسه مكان الجزار. وبعد فترة صار يعذب القطط والكلاب، أكرم الناس سامين، ويقول أنا ما كنت ألعب، كنت أستمتع. لاحظوا هذه بدايات وحش مو إنسان. في عام 1913 ارتكب أول جريمة قتل له، بنت صغيرة لا حول ولا قوة. راقبها، تبعها، وهاجمها وقتلها بدم بارد. وبعدها جلس عن جثتها، ما هرب، لا، جلس يلمس دمها كأنه يستمد طاقة. وقال بعدين في اعترافاتها كنت أحس بقوة تدخل جسمي، كأن دمي يصير أثقل وأقوى. هاللحظة كانت هي اللي غيرت حياته. ومن ذيك الليلة صار عنده إدمان الدم. من سنة 1913 إلى 1929 كانت ألمانيا تمر بظروف سياسية صعبة، حروب، فقر، انهيار اقتصادي. الناس كانوا مشغولين بلقمة العيش، بس في دوسلدورف كان في شيء ثاني قاعد يصير. ناس تختفي فجأة، جثث تنلقى في الغابات، أطفال ما يرجعون البيت، والشرطة كانت تايهة. كل ضحية تختلف عن الثانية، بعضهم انقتلوا طعنات، بعضهم انخنقوا، بس كلهم يشتركون بشيء واحد، دمهم ناقص. كان شخص يتغذى عليهم، كان في مخلوق، بس ما هو مخلوق بشكل ثاني، هو إنسان، واسمه بيتر. دوسلدورف تحولت من مدينة إلى كابوس، ما عاد في أحد ينام مرتاح. الأهالي صاروا يحبسون عيالهم، والناس يتجنبوا يمشوا بالليل. حتى الشرطة كانت توقف بكل زاوية، بس ما في فايدة. بيتر ما كان يقتل عشوائي، كان يخطط، كان يتمتع بالخوف اللي يسبب. يتابع الصحف ويشوف الناس ايش تقول عنه ويضحك. قال مرة أنا ما كنت أقتلهم، بس كنت أحب أخوف المدينة كلها. بس في سنة 1930 الأمور تغيرت. واحدة من ضحاياه قدرت تهرب، وصفت ملامحها بالتفصيل، وبدأت الشرطة تقرب لحد ما سلم نفسه بنفسه. قال أنا تعبت من الاختباء، بس أبي أتكلم، أبي الناس تعرف وش كنت أحس. وقت الاستجواب اعترف 79 جريمة، وصف كل واحدة وكأنها مباراة، شرح كل التفاصيل بدون ندم. وكان أكثر شيء يركز عليه الدم، صوت الدم، ريحة الدم، وطعم الدم، هو الشيء الوحيد اللي يخليني أحس إني عايش. لما تسمع هالكلام تحس إنك قدام وحش مو إنسان. وقت المحاكمة تمت محاكمته قدام الناس، والصحافة كانت تغطي كل لحظة. بيتر كان هادي بارد، كأنه جاي يتفرج مو جاي يدان، وصدر عليه حكم الإعدام. وبالفعل يوم 2 يوليو عام 1931 قطعوا رقبته بالمقصلة. ولما سألوه السجان قبل الإعدام وش تبغى تسمع قبل ما تموت، قال أبغى أسمع صوت دمي ويندفع من رقبتي، لأن هذا الصوت هو أحلى موسيقى في حياتي. تخيل هذا آخر شيء قاله. هل بيتر كان حالة نادرة؟ المخيف في قصة بيتر أنه ما كان مريض عقلي بشكل واضح، كان عايش بين الناس، يشتغل، يسولف، يسلم ويضحك، ومع هذا كل ليلة يروح يعذب ويقتل ويرجع وكأن شيء ما صار. السؤال الحقيقي، كم شخص زي بيتر عايشين بيننا اليوم؟ مو لازم يكون قاتل، بس شخص يكون عنده ظلام داخلي وقناع خارجي يخدع فيه الكل. بيتر كان مصاص دماء، بس مو بأسنان، مصاص دماء بشري حقيقي، وكان يختار ضحاياه بعناية. وهذه القصة صارت فعلا مو تأليف. لو وصلت لهنا فأعرف أنك قابلت واحد من أبشع الوحوش اللي عرفتهم البشرية. وقبل ما تطلع اسأل نفسك سؤال واحد، هل فعلا نعرف كل اللي حولنا؟ وإذا تبغى قصص حقيقية أعمق وأبشع
فهذه مجرد البداية. نشوفكم في القصة الجاية. السلام عليكم.